إحنا أيضاً نعطيه تعليمات لفظية، نكتب هذه أشياء جيدة يجب القيام بها وهذه أشياء لا ينبغي عليك القيام بها. ما تساعد أي شخص في صنع قنبلة فينا. لسوء الحظ مع الوضع الحالي للتكنولوجيا الآن هذا لا يعمل تماماً، فالناس يجدون طريقة لتجاوز تلك الحواجز. إذا فهذه التعليمات ليست فعالة جداً. هناك أيضاً الطبقة الإضافية التي تحدثنا عنها، لذا تلك المراقبات تقوم بتصفية الاستفسارات والإجابات. وإذا اكتشفوا أن الذكاء الاصطناعي على وشك إعطاء معلومات حول كيفية صنع قنبلة، من المفترض أن يوقفوه. ولكن مرة أخرى حتى هذه الطبقة ليست مثالية. مؤخراً حدثت سلسلة من الهجمات السيبرانية من قبل ما يبدو أنه منظمة مدعومة من دولة استخدمت نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة أنثروبيك، بمعنى آخر من خلال السحابة. صحيح إنه ليس نظاماً خاص، إنهم يستخدمون النظام المتاح للعامة. لقد استخدموه من أجل التحضير وشن هجمات سيبرانية خطيرة للغاية. لامي حتى مع أن نظام أنثروبيك من المفترض أن يمنع ذلك، فهو يحاول اكتشاف إذا كان هناك من يحاول استخدام نظامهم للقيام بشيء غير قانوني. تلك الحمايات لا تعمل بشكل كاف.